هاد الصباح غير كل الصباحات اللي دازو. هاد الصباح انا حرة، هاد الصباح انا ناعسة في دارنا، والاهم من هاد الشي كامل، هاد الصباح انا مطلقة. فقت ماشي كيف ما العادة، فقت على غوات ماما. انوضي بركة عليك من النعاس، خمرتي وخنستي البيت، وانا ترجع بيا الذاكرة شوية اللور. كنت كنفيق الوقت اللي بغيت، برنة وحدة من الجرس. الخدم والحشم كيجيو يجريو، ها اللي موجد ليا الحمام، ها اللي موجد ليا البينوار، ها اللي جايب ليا الفطور، ها الكوافوره، ها اللي كيقاد ليا الحوايج ديالي. هادشي كامل غير باش نبان الزوجه المغربيه والسعيده لراجلي. سمحوا لي، بغيت نقول اللي كان راجلي السابق، اللي كان راجل غير في الشكل واللبس، واللي شفنا كان يحسدنا ويقول ساعتنا احسن عيشه وافخم بيت واروع زوج هو اللي عندي انا، وانا كنضحك ربي لا عالم بيا. المهم وباختصار هو كان خليجي، رجل اعمال، تعرفنا في الطائره بحكم عملي كمضيفه طيران. مده التعارف كانت قصيره، ما كتعداش 3 شهور، حتى كانت فاجئ واحد النهار. كانت عندي رحله من مطار دبي المطار كوالالمبور، خدامة ما عليا ما بيا حتى طلقت واحد الأغنية. هو يلاه كنقلب على مولاها ونطلب منه ينقص ويدير السماعات. ما جيت فين نوصل ليه حتى جلس على ركابي وقال لي حبيتي تتزوجيني. اش هاد الشي؟ صافي انا ديك الساعه تخلطوا عيني بالبكا، ما عرفت واش بالفرحه ولا الخلعه. والطائره اغلب الركاب كانوا اجانب. سهيت وبقيت كنسمع شي بنات ولا ما بقيت عرفت نقول ولا لا. وانا كنشوف داك الخاتم كيلبع ديال الدياموند، وانا عمرني في حياتي كنت كنحلم نلبسه وبدون سابق انذار. ما حسيتش براسي حتى قلت لي موافقه، وبالفرحه طار وضربها ليا بتعنيقه وكل شيء فرحان وكيصفق. حسيت براسي وسط عائلتي. صافي ملي دوزت يومين في كوالالمبور، كانت احسن واربع يومين عشتها في حياتي، وما لاحظت فيها حتى شي حاجه غريبه. كيبان شخص رومانسي للغاية وظريف، وعجبتك يومين ولا بالأحلام. اتفقنا من اللي غنرجعو للمغرب، غيدوز أسبوع غيجي هو ودارهم باش نديرو العرس. صافي انا رجعت وهو مشى، وكان كل دقيقة كيتصل: الو وينك، الو وينك، الو شلونك، الو تسوين، الو. المهم عادي. انا ديك الساعة باركة كنوجد وكنشري الحوايج، وماما فرحانة معايا حيت انا اللي عندها من بعد ما توفى الوالد الله يرحمه. المهم كنت فيما نرن عليه يقطع عليا ويتصل هو ويقول لي اش خاصك. كنت كنقول ليه خاصني كذا وكذا باش نشري هادي. كيقول لي تفتاكي الدنيا وما فيها. انا تعماو ليا العينين ما نكذبش عليكم، ما بقيت عارفه راسي واش كنحلم ولا بصح. وعايشه كنمشي لويسترن يونيون كنلقى راس ليا بالمليون بالزوج حتى تلفت. ما بقيت عارفه اش ندير بالفلوس. انا كانت خلصتي في الشهر تقريبا ما بين 8000 درهم حتى 15000 درهم. كتمشي تقريبا غير في الكرا والحوايج والماكله والمكياج، وكنرسل لماما شويه منها وكنخلي شويه للزمان. وليت كنشد غير بالمليون وبالزوج. ما علينا، شديت اوعر طريطور في كازا وريزرفيت اوعر الصال واحسن كوافوره، وخيط اخر ما جده وجد في تكاشط احسن نكافه والجوق اشكال وانواع. المهم داز الاسبوع وفعلا جا هو ودارهم، وكانوا جالسين في اوطيل. وقال لي راه والديا جايين يشوفوك. صافي اختكم تلفات وتخلعات. عيطت لبنات خالتي درت معاهم يمشيو معايا للصالون. هزيت طوموبيلتي ومشينا للصالون، قدينا الحالة ورجعنا. وماما رجعت للدار، لقيت كل شي متول، طوابل الاكل الحلويات كل شي هو هذاك. شويه هو يتصل: الو انا حدا البلاصه الفلانيه، شي حد يجي يجيبنا. رسلت ليه ولد خالتي مشى جابهم. ايوا هانا كنسمع الباب تحل. استقبلتهم استقبلتهم في الباب، ماما وخالتي مرحبا مرحبا. طلعوا جلسوا، خرج انا شفتو كنت غنسخف. وميمتي الزين كي داير والشعر كي داير والطوله كي دايره والوجه كي داير واللحيه مرسومه وكحله تقول غير مشومه. سلمت وسهيانه وشفت امو وهي تقول هلا بالغاليه، ما شاء الله مثل ما وصفك وليدي. انا فرحت حنيت، عرفت راسي عجبتها.
في الحقيقه انا ما زويناش بزاف وما ما خايباش بزاف، وبحكم عملي كمضيفه كنت كنضطر ندير الماكياج بزاف، وعييت ومشيت درت شويه تجميل، شد الوجه الكولاجين، حيت قلت لكم كيصيفط بالمليون بجوج، انا ما كذبتش عليكم، انا كنعاود لكم داكشي اللي كاين. ودرت شويه البوتوكس، المهم داكشي ما معيقش بزاف، ولكن ملي كندير الماكياج كنبان بشي شكل اخر، انا كيعجبني راسي. ايوا المشكله وليت ثقه في راسي، ولقيت بلي حتى هما عندهم تجميل بحال الا غادا صالون للحلاقه. ايوا تعرفت على ماما، وكانوا زوج خواتاتو وزوج خوتو. صافي داز ديك الليله روعه، تعرفنا ضحكنا وكل شيء داز مزيان. حاجه وحده كانت مو ديما تنوض تقول ليهم كلموا لي فهد، حيت هو راه سميتو فهد، ما قلتش لكم. كلموا لي فهد لحد الساعه نسيت ما قلت لكمش كان سميتو فهد. انا عاودتها لكم عاوتاني، كلشي كيبان عادي وما كاينه حتى شي حاجه اللي بانت وغتخليني نرفض الزواج منه. من بعد ما دازت ليله اللي تعرفوا عليا دارهم، درنا 2 غيكون العرس. صافي ديك الليله جا العدول وتكاتبنا وشرط عليا شرط واحد، اني ما نبقاش نشتغل كمضيفه طيران. وفرحت حتى كنت غنبكي لانني اصلا صافي عياتني ديك الخدمه. صافي هادشي اللي كان. ايوا نكمل لكم. ايوا صافي كان عطاني مهر اللي هو خيالي، وكانوا جايبين ليا بزاف الاطقم، يعني هذوك ديال الطقم ديال الذهب، جابوا لي 5 منهم. صافي والسبت ملي غنديروا العرس في الصباح غنمشي. ما فهمتش علاش قلت لي حتى ترتاح، ونهار اثنين نسير. قال لي لا 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 عندي بزاف الاشغال، وقال لي غيبقاو زوج خواتاتو. صافي انا ما لاحظت حتى شي حاجه، وكان داكشي كما اتفقنا عليه. داز العرس الف ليله وليله، والعائله وكلشي تبهضوا كيف ما انا اصلا تبهضت. ومنين طحت على هاد الدجاجه بكمونها، المهم حسيت كلشي اللي في داك العرس حاسدني من خلال الحوار وتشويشهم. صافي دازت ليله واعره. نهار الحد هو مشى وخلى ليا الفلوس باش نسافر انا وخواتاتو، ومن بعد وعدني انه غيسافرني لشهر العسل فين ما بغيت. صافي انا قلت لي شغلك هو الاول. مشى ورجعنا وسافرنا ودوزنا واحد النهار، هو مشى وخلى ليا الفلوس باش نسافر انا وخواتاتو. من بعد وعدني انه غيسافرني كما قلت لكم. صافي انا قلت لي شغلك هو الاول، ورجعنا سافرنا ودوزنا واحد 15 يوم واعره غير في المغرب. لويساتي ما كانوش كيتخيلوا المغرب زوين بحال هكذا. ورجعنا في حالنا. جا اليوم الموعود اللي غنمشي فيه، وطلبت ماما تمشي تعيش معايا. الحمد لله ما مشاتش، وهنا غتبدل حياتي 180 درجه. ملي حطيت رجلي في دارهم كان استقبالهم واعر. كما قلت لكم الخدم والحشم ما كانش كيحسب ليا غنعيش هاد العيشه كامله عندهم. يعني ما يمكنش الفيلا كي دايره على شكل قصر. المهم داز نهار زوين، طلعت وراوني الجناح ديالي، دخلت البيت لقيت الورود والقلوب ويعنق فيا ومقادة فرحه. حسيت براسي اميره، ولقيت موجد ديال الكادوات والحوايج. صافي قال لي نخليك ترتاحين، دوشت لقيت كلشي موجود، ونعست حيت كنت عيانه من السفر. صافي هذيك العشيه نعست مع التعب ديال السفر، ما فقت حتى الصباح. نط ما لقيتوش حدايا، مشيت للدوش نشفت شعري، درت الماكياج خفيف ما معيقش، وخرجت لقيتو واقف عند باب الحمام وهز يدي. قال لي هذه اول مره كنجيب فيها شي حد للفطور. انتصرت وقلت ليه ما نستاهلش، ويقول لي تستاهلي وكثر. المره الجايه بهذا الجرس رنه وحده منه غيجيك اللي بغيتي. كان عطاني واحد الجرس غادي نكليكي عليه، وانا ما مولفاش شي حد يخدمني ويوجد لي الاكل من غير يدين ماما. صافي ويقول لي يومين في الاسبوع غادي نسافر للعمل. قال لي ديما هكا حياتنا غتبقى. جاني هادشي عادي، قلت لي اوكي نيت حتى انا غنسافر معاك. قال لي لا 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 كيكونوا الرجال وما نبغيش شي حد يشوف فيك. قلت معليش غير راجل. صافي مره كنتلاح عليه نبوسو، كنبغي نتقرب عليه. راجلي زعما حلالي وما كاين فيه ما نبغي، يعني نبغي كما بغيت نتلاح عليه نعنقو. صافي هادشي اللي كاين. من بعد انا كنعنق فيه هو كيبعد، انا نعنق فيه هو كيبعد.
قلت واقيلا هذا حشمان. صافي واحد اللحظه دقات امو، قلت ليها تفضلي. دخلت وبدات تعنق وتبوس فرحانه بينا، ما قداهاش الفرحه شايفه ولدها مزوج. قالت لينا امتى غتسافروا الشهر العسل ونقز؟ لا 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 لا. قال لها ما كاين لا عسل لا والو، خلينا بعدين. قالت لي علاش؟ واخا غير اسبوع. ونقص قال لها اسف والله عندي شغل ومواعيد و انا قدرت الظروف وقلت لي خليها من بعد ما تخلص شغلك. وقال لي فديتك حياتي وبس راس مو. وخرج ودار وقال لي محتاجه شي حاجه اتصلي بالسواق، داك السواق ديالو زعما اش كيقولوا لي الشيفور. صافي مشى نهبط كندور في ديك الفيلا. واو واو واو، بقيت غير حاله فمي. وفي نفس الوقت ما بغيتش نبين لهم بان ما عمري شفت الخير. داز 6 شهور وما عمرني عقلت على راسي انا وراجلي درنا شي حاجه. اللي كنعقل عليه هو انه ملي كيكون متكي حدايا ما نجي فين نتقرب ليه حتى كنلقى راسي حليت عينيا على الصباح. هذا الجزء الاول. خليو لي اللايكات وخليو لي لي كومونتير ونكمل لخواتاتي الجزء الثاني.